احنا على كل حال جد مؤلمين نحو هذا هذا الحدث. تكلمنا عليه على كل حال مع كل الشركاء الاجتماعيين، ونظن باللي هذه الوضعيه اللي اليوم راها تحت تصرف العداله، وانا متاكده ان العداله غادي تقوم بعملها. دونك ما كاين اي مشكل في ما خص الثقه لكل الموظفين وكل المواطنين امام العداله. ولكن مع الشريك الاجتماعي قلنا باللي يمكن هذا الاستاذه نقوم كذلك بتحقيق مع المفتشين بما ان الميدسان هذاك الطبيب اللي دار هذاك الطبيب الشرعي اللي دار التقرير حتى هو الان في السجن. دونك يمكن من خلال هذه المعلومه نقدروا نعاودوا نشوفوا ويكون نوعا ما الفتح الملف تاع هذا الاستاذه. وحنا ما نتمناو لاي موظف داخل القطاع باش يكون في هذه الوضعيه، بما ان الشيء اللي تكلمت مع الشريك الاجتماعي البارح قلنا باللي لابد الجانب الوساطه تتغلب في إطار حل النزاعات داخل القطاع. الوساطة ماهوش في فائدة القطاع أن نحوصوا دائما على الكوبابل، ولكن رحنا في جماعة تربوية ومحتاجين من الأساتذة، محتاجين تلاميذ، محتاجين المدراء، محتاجين مفتشين. لازم إذا كاين عدم تفاهم ما بين الأطراف أحسن استعمال وسيلة الوساطة، ورحنا نكونوا الآن مفتشين في هذا الميدان، بما أن أصبحنا في عدد كبير الآن اللي راهم يمشيوا مباشرة للعدالة، وهذا ما عندهم الحق فيه. سيفغي عندهم الحق فيه ككل مواطن، ولكن للهدوء داخل القطاع التربية أحسن إذا طريقة الوساطة، طريقة الحوار تتغلب على الجانب ندخلوا واحد في الحبس ولا نتهموه. وكل مكون الجماعة التربوية عنده حقوقه، وخاصة التلميذ اللي الحقوق تاعو موجودين داخل القوانين المضبوطة. ولكن لازم بالنسبة لنا أن كذلك نتعاملوا مع بعض باش نفتحوا بعض الملفات، خاصة هذا اللي هو استعمال طريقة العنف داخل المدرسة، باش نحلوها بطريقة اللي هي تختلف على طريقة العدالة.